تخيل نفسك جوه الصالة الرئيسية لمؤسسة مالية في بيروت. وجودك هناك مش عشان تعمل إيداع، انت واقف هناك ماسك في إيدك جريكن بنزين وولاعة. موظف البنك بيبص عليك من ورا الإزاء المصفح. انت مش خارج عن القانون، انت في الحقيقة مدرس، والفلوس اللي بتطالب بيها دي بتاعتك انت وبس. تحويشة عمرك كلها محبوسة جوه المبنى ده بقالها 3 سنين. أختك بتعاني من مرض خبيث، العلاج اللي محتاجاه بيكلف 3000 دولار. بالرغم ان عندك 30,000 دولار في الحساب ده، ممنوع انك توصلهم. البنك بيقول ان الدولارات دي ما بقتش موجودة. عشان كده انت جيت ومعاك أداة حارقة، لان دي بقت الطريقة الوحيدة عشان تسترد فلوسك. ده مش مشهد من فيلم سرقة، المشهد ده بيحصل في يوم 3 عادي في لبنان، والتلات ده مستمر بقاله 5 سنين. القصة دي بتحكي ازاي دولة اللي كانت الشخصيات العامة بتوصفها بسويسرا الشرق الأوسط دبرت اللي البنك الدولي وصفه بأنه واحد من أعمق الانهيارات المالية في آخر 150 سنة. الانهيار الاقتصادي ده كان شديد لدرجة أنه خلى المشاكل المالية للأرجنتين تبان كأنها مجرد أخطاء محاسبية بسيطة. دلوقتي هنخش في التحليل الهيكلي لمخطط بونزي اللبناني مؤمم. الإطار التاريخي هو سنة 1997. لبنان كانت لسه خارجة من صراع أهلي طويل استمر 15 سنة. عاصمتها بيروت كانت بتمر بعملية إعادة إعمار واسعة. رفيق الحريري الملياردير البارز في قطاع البناء كان بيشغل منصب رئيس الوزراء، وكان عنده مبادرة استراتيجية. رؤيته كانت تحويل لبنان لمركز مالي إقليمي محوري، ونتيجة لكده في ديسمبر 1997 ربط البنك المركزي اللبناني العملة الوطنية الليرة بالدولار الأمريكي بسعر صرف دقيق 157.5 لواحد. بالظبط، مش تقريب لكن رقم دقيق 157.5. الترتيب ده استمر 22 سنة. ربط العملة ده استمر من خلال هندسة مالية معقدة على الودائع 5%، 7% وحتى 10%، لمجرد انك تحط دولارات أمريكية في حساب. بالنسبة لأفراد الشتات اللبناني، مجتمع بيوصل عدده ل 880 ألف فرد منتشرين في كل حتة في العالم. ظهرت فرصة انهم يودعوا رؤوس أموالهم في بيروت ويشوفوها بتزيد. إحساس بالأمان صاحب الاستثمار ده خلق وهن بالثراء، ووصل إحساس إن لبنان استعادت مكانتها اللي كانت عليها. كانت تدفقات رأس المال كبيرة، حيث كانت تحويلات المغتربين السنوية تصل باستمرار إلى ما بين 6 و7 مليارات. استحوذ مستثمرون أثرياء من منطقة الخليج على عقارات ضخمة في بيروت، مما أدى إلى توسع القطاع المصرفي للبلاد. كانت الرافعات تملأ الأفق، وظهرت مشاريع سكنية فاخرة على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط، وأقامت سلاسل الفنادق العالمية وجودها، مما رسم صورة للبنان كنجاح اقتصادي صاعد. لكن كانت هناك مشكلة أساسية خطيرة مستمرة: القدرة الإنتاجية للبنان كانت شبه معدومة، مما جعل حجم صادراته ضئيلاً. ظل الإنتاج الصناعي هامشياً، مما دفع البلاد للحفاظ على اختلال تجاري مستمر. بحلول عام 2014 كان هذا العجز السنوي قد تصاعد إلى 15 ملياراً، مما يعني تدفقاً خارجياً سنوياً يزيد ب15 ملياراً عن رأس المال الوارد إليه. تم الحفاظ على هذا التفاوت المالي من خلال إيرادات السياحة ومشاريع عقارية مضاربة وتحويلات المغتربين وحقن رأس المال المستمرة في كل من النظام المصرفي وخزائن الدولة. ونتيجة لذلك ارتفع الدين العام من 59% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 1993 إلى نسبة مقلقة بلغت 180% بحلول عام 2009، مما وضعها ضمن أعلى نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في العالم. كانت الحكومة تحصل باستمرار على قروض من المؤسسات المالية اللبنانية، والتي بدورها كانت تشتري سندات حكومية بعوائد فائدة مرتفعة بشكل مصطنع. وفي الوقت نفسه حافظ البنك المركزي على سعر فائدة 10% بحلول عام 2016، تحديداً في وقت لم يشهد فيه الاقتصاد الوطني أي توسع. تم تطبيق هذه الأسعار المرتفعة بشكل استراتيجي لجذب ودائع العملات الأجنبية باستمرار،
وبالتالي الحفاظ على ما كان في جوهره مخطط بونزي معقد. كانت استمرارية هذا الهيكل المالي تعتمد على تدفق مستمر وغير منقطع لسيولة جديدة بالدولار الأمريكي. كان هذا رأس المال ضرورياً لخدمة الفوائد الموعودة على الودائع القائمة ولتمويل العجز المستمر في ميزانية الحكومة. وطالما استمر تدفق رأس المال الجديد، استمرت واجهة الاستقرار، واستمرت المهزلة المنهجية دون عوائق. نسبة كبيرة بلغت 40% من أسهم المصارف التجارية اللبنانية كانت مملوكة لشخصيات سياسية نافذة، أفراد مرتبطين بعمق بالإدارات المتعاقبة منذ عام 1990، مما أدى إلى قمص الحدود بين المؤسسات المالية والقيادة السياسية. ونتيجة لذلك كان لهؤلاء الفاعلين كل الحوافز للحفاظ على الإطار القائم، لكنهم افتقروا إلى أي دافع لتصحيح عيوبه الأساسية. ننتقل الآن إلى رياض سلامة الذي شغل منصب حاكم المصرف المركزي من أغسطس 1993 حتى يوليو 2023. على مدى فترة ولاية امتدت ل3 عقود، حظي سلامة بإشادة دولية لسنوات عديدة، واعتبر المهندس البارع وراء استقرار العملة اللبنانية. منحته مجلة يوروموني لقب محافظ البنك المركزي للعام. بدا وكأنه فوق الشبهات، بينما كان ينهب ثروات الأمة بشكل منهجي. في عام 2002 أسس سلامة شركة فوري أسوشيتس المحدودة، وهي شركة وهمية مسجلة في جزر العذراء البريطانية. باستخدام هذا الكيان قام بتحويل 333 مليون دولار بشكل غير قانوني من البنك المركزي إلى حساب فوري في بنك HSBC بسويسرا على مدى الفترة الممتدة من 2002 إلى 2016. كانت طريقة العمل تتضمن الدفع المزعوم لعمولات وساطة تصل إلى 0.375% من كل معاملة ينفذها البنك المركزي. والأهم من ذلك أن شركة فوري أسوشيتس لم تقدم أي خدمات فعلية. عمل هذا الكيان كعملية وهمية، جهاز متطور للإثراء غير المشروع. وقد مر ما يقدر ب326 مليون دولار لاحقاً عبر حساب فوري في بنك HSBC. بسرعة ملحوظة تم تحويل 248 مليون دولار من هذه الأموال لاحقاً إلى حساب مسجل باسم رجا سلامة شقيق رياض. بعد ذلك تم صرف 27 مليون دولار إضافية من هذا المبلغ عبر 5 بنوك لبنانية مختلفة أيضاً باسم رجا، وصنفت بشكل واضح على أنها مصاريف خاصة. هذا التصنيف للمصاريف الخاصة يستدعي دراسة متأنية. تم غسل الأموال المختلسة عبر شبكة معقدة من الحسابات في سويسرا وبنما والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، ده غير العقارات اللي اشتروها في باريس ونيويورك وألمانيا. عقارات فارهة انتشرت بفلوس اتسرقت من البنك المركزي اللبناني ومن المودعين ومن اللبنانيين الغلابة اللي وثقوا في النظام. السلطات السويسرية هي اللي كشفت المخطط ده. في سبتمبر 2024 اتقبض على سلمة في لبنان واتهم باختلاس 42 مليون دولار من الأموال العامة وغسل أموال وتزوير وإثراء غير مشروع. فرنسا كانت أصدرت مذكرة حمراء من الإنتربول في مايو 2023. ألمانيا كمان أصدرت مذكرة تانية في أغسطس 2024. ولحد اللحظة دي هو بيتحاكم بكفالة 20 مليون دولار. لكن الغريب إنه فضل محافظ للبنك المركزي لحد يوليو 2023، يعني سنين طويلة بعد ما المخطط ده اتكشف، سنين بعد الانهيار اللي هو ساعد في تدبيره ودمر حياة ملايين الناس. لكن سرقة سلام الشخصية دي تعتبر حاجة بسيطة قوي مقارنة بالهندسة المالية الأوسع نطاقاً اللي هو نفذها. بداية من سنة 2016 ومع بداية تراجع الودائع التقليدية، سلانت قدم عمليات البنك المركزي كان بيستلف فيها بكميات ضخمة من البنوك التجارية بأسعار فايدة عالية جداً بتعدي 20% سنوياً، والمفروض إن الفلوس دي كانت بتستخدم للحفاظ على الاحتياطي الأجنبي. البنوك أودعت أكثر من 24 مليار دولار في البنك المركزي
بين أواخر 2017 وأوائل 2019. لكن في 2019 البنك المركزي ما كانش عنده الاحتياطي الفعلي من العملات الأجنبية اللي يقدر يدعم بيه العمليات دي بشكل مستدام. ببساطة كان بيستخدم ودائع جديدة عشان يدفع فايدة على الودائع القديمة. ده كان تمويل بونزي كلاسيكي بكل ما تحمله الكلمة من معنى. البنك الدولي بعد كده استنتج إن نظام المالية العامة في لبنان كان مجرد أداة للاستيلاء الممنهج على موارد البلد، ووصفه صراحة بأنه تمويل بونزي. للخسائر المقدرة من الهندسة المالية دي وصلت ل 40 مليار دولار. 40 مليار دولار اتحولت من جيوب صغار ومتوسطين مودعين للنخبة المصرفية في الوقت اللي سلامة كان بيشتري شقق فارهة في باريس. لحظة من فضلك، لو بتتفرج على الكلام ده وحاسس إن الموضوع جنان، ما تنساش تدوس على زرار الاشتراك وتسيب لنا تعليق. إيه أسوأ أزمة مالية بلدك مرت بيها؟ دلوقتي خلينا نتكلم إزاي اللعبة دي انتهت في الآخر. في 17 أكتوبر 2019 الحكومة اللبنانية أعلنت عن إجراءات تقشف جديدة كان منها فرض رسوم على الواتساب، التطبيق المنتشر اللي 84% من اللبنانيين البالغين كانوا بيستخدموه للمكالمات والرسائل المجانية. دي كانت ضريبة واتساب في بلد الناس فيها كانت بتعاني أصلاً. بطالة الشباب كانت في تصاعد، الكهرباء كانت يدوب بتيجي، والزبالة كانت متكومة في الشوارع عشان الحكومة ما كانتش قادرة تدير أبسط الخدمات. في نفس الليلة دي مئات الآلاف من اللبنانيين نزلوا الشوارع في بيروت وطرابلس وصيدا وصور في كل أنحاء البلد. لكن المظاهرات دي ما كانتش مجرد احتجاج على الواتساب، كانت عن كل حاجة: الفساد، تدهور البنية التحتية، التضخم، البطالة، والفشل الذريع للنخب السياسية في توفير أي شكل من أشكال الحكم الرشيد. الشعار اللي ظهر كان كل يعني كل، وده معناه كلهم، في إشارة لكل الطبقة السياسية بغض النظر عن طوائفهم الدينية أو فصائلهم. ده كان حدث تاريخي لأن سياسة لبنان كانت مبنية على أسس طائفية لعقود طويلة، لكن لمدة 5 شهور المواطنين اللبنانيين اتحركوا ككتلة واحدة متوحدين في معارضتهم للطبقة الحاكمة. وقف المتظاهرون قدام الكاميرات بيحكوا عن معاناتهم العميقة. الأمهات اتكلموا عن عجزهم يدفعوا مصاريف المدارس، والآباء بكوا على عدم قدرتهم يمولوا علاج زوجتهم من السرطان. استقال رئيس الوزراء أسعد الحريري يوم 29 أكتوبر بعد 12 يوم بس من بداية الاحتجاجات، لكن استقالته ما قدمتش أي حل، لأن المشكلة الحقيقية كانت في الانهيار المنظم اللي كان بيحصل تحت الستار بتاع الاستقرار الظاهري. في الأسابيع اللي بعد 17 أكتوبر بدأت العملة اللبنانية تفقد قيمتها في الأسواق غير الرسمية. المشاركين في السوق المالي فهموا بسرعة هشاشة سعر الصرف الثابت. احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية شهدت انخفاضاً حاد، قلت بأكثر من 7.5 مليار دولار من ذروتها في فبراير 2018 لحد مايو 2019. رأس المال المالي كان بينزف. عشان يتجنبوا سحب جماعي للودائع من البنوك اللي كان هيدمر سعر الصرف الثابت بشكل لا رجعة فيه، المؤسسات المالية اللبنانية خدت إجراء غير مسبوق من غير أي أساس قانوني أو موافقة حكومية رسمية. يوم 1 نوفمبر 2019 البنوك التجارية في كل لبنان بدأت بشكل أحادي تطبيق قيود صارمة على قدرة العملاء يوصلوا لودائعهم بالدولار. المودعين اللي كانوا متأكدين إنهم يقدروا يوصلوا لمدخراتهم بحرية لقوا نفسهم فجأة ممنوعين. القطاع المصرفي فرض فعليا قيود على رأس المال بقرار تنفيذي. في الأساس هم استولوا على فلوس عملائهم. في نفس الوقت البنك المركزي طبق نظام أسعار صرف متعددة بيحدد قيم مختلفة لأنواع المعاملات المختلفة، وده فتح طرق للإثراء غير المشروع والمضاربة. في خلال أسابيع قليلة سعر السوق غير الرسمي وصل ل 1600 ليرة للدولار، وده بيمثل انخفاض بنسبة 6% مقارنة بالسعر الرسمي 157.5. دي كانت مجرد المرحلة الأولانية. ظهر مصطلح جديد في الخطاب اللبناني، اللولر، دولار رقمي محبوس في حساب بنكي ظاهر بس على الشاشة وقيمته جزء بسيط من العملة الملموسة. مدخرات العمر اتحولت لوسيط غير ملموس صاحبها ما يقدرش يوصله.
9 مارس 2020. لبنان شهد أول تخلف عن سداد ديونه السيادية الخارجية. سند بقيمة 1.2 مليار يورو استحق، والحكومة أظهرت عجزها عن الوفاء بالتزام السداد. لكن التخلف ده كان مجرد مظهر واحد ضمن اتجاه أوسع. من أوائل 2020 لحد مارس، المؤسسات المصرفية اللبنانية تخلصت بشكل منهجي من سندات اليورو بوند السيادية اللي كانت في محافظها، ونقلت الأصول دي مستثمرين دوليين وصناديق الأصول المتعثرة. حوالي 3.5 مليار دولار من اليوروبوندات تم بيعها بقيم مخفضة بشكل كبير. البيع ده في الظروف الصعبة نقل التزامات لبنان لدائنين خارجيين ما عندهمش أي مصلحة دايمة في انتعاش اقتصاد البلد. أطراف هدفها الأساسي كان تحقيق أقصى عائد من خلال الإجراءات القانونية. البنوك المحلية كده نقلت العبء المالي على الأطراف الأجنبية أصحاب المصلحة، وده خلى أي محاولات لإعادة هيكلة الديون بعد كده أصعب بكتير. بعد 4 شهور من التخلف الوطني عن السداد، يوم 4 أغسطس 2020 الساعة 6:07 مساء بالضبط، مرفأ بيروت شهد انفجار كارثي. كمية 2750 طن متري من نترات الأمونيوم كانت متخزنة في العنبر رقم 12 لمدة 6 سنين من غير بروتوكولات أمان مناسبة. اشتعلت. حريق لاحق جوا المنشأة تسبب في الانفجار اللي أطلق طاقة تعادل 1.1 كيلو طن من مادة TNT، قوة تتقارن بقوة قنبلة ذرية. انفجار هيروشيما الذي يقال إنه سجل 3.3 على مقياس ريختر كان محسوساً عبر سوريا وإسرائيل وقبرص على مسافات تجاوزت 240 كيلومتراً. بلغ عدد الوفيات المؤكدة 218 فرداً على الأقل، مع أكثر من 100 مصاب وحوالي 300 نازح. بلغ قطر الحفرة الناتجة عن الانفجار 124 متراً في القطر و43 متراً في العمق. تضررت المباني السكنية على بعد يصل إلى 10 كيلومترات. علاوة على ذلك دمرت 3 منشآت طبية بالكامل، مع تضرر 3 أخرى بشكل بالغ. هذا أدى إلى خسارة 500 سرير مستشفى. حدث هذا بالتحديد بينما كانت لبنان تبدأ صراعها ضد جائحة كوفيد-19. انفجار لم يكن حدثاً طبيعياً غير متوقع، بل نتيجة مباشرة لإهمال حكومي وتقصير في الواجب. نترات الأمونيوم كانت مخزنة بشكل خطير لمدة 6 سنوات. المسؤولون في هيئة الميناء كانوا على علم بهذا الوضع الخطير. عند اندلاع الحريق تم إرسال فرق الإغاثة، غير مدركين أن المنشأة التخزينية كانت تحتوي على مواد متفجرة. بشكل مأساوي لقي 10 من رجال الإطفاء حتفهم في الانفجار الذي تلا ذلك. علاوة على ذلك، الحكومة بعد أن جمدت سابقا ودائع المواطنين المصرفية وجدت نفسها محرومة من الوسائل المالية لتنفيذ استجابة طارئة فعالة. هذا الوضع الذي وصفه البنك الدولي لاحقا بأنه كساد متعمد. الدولة اللبنانية كما قيل كانت أضعفت بشكل منهجي من خلال استيلاء النخبة على الموارد الوطنية، ونتيجة لذلك عندما وقعت أزمة لم تكن هناك قدرات متبقية للاستجابة الكافية. بعد ذلك ظهر كوفيد-19. المنشآت الطبية التي كانت بالفعل معطلة جزئيا بسبب الانفجار كلفت بعد ذلك بإدارة أعداد متزايدة من حالات الوباء. تزامنت هذه الجائحة مع أزمة مالية حادة تميزت بتدهور سريع للعملة وانهيار في قدرات الاستيراد ونقص حاد في الوقود، مما أدى مجتمعة إلى تقويض سلامة تشغيل نظام الرعاية الصحية. لاحظ البنك الدولي أن هذه الأحداث شكلت سلسلة غير مسبوقة حقا من الصدمات المترابطة. تضافر الأزمة الاقتصادية وانفجار الميناء وجائحة كوفيد-19 حول بفعالية وضعا كان من الممكن إنقاذه إلى انهيار كامل للدولة. ننتقل الآن إلى مسار الجنيه اللبناني. ابتداء من نوفمبر 2019 العملة الوطنية لم تنخفض قيمتها فحسب،
بل شهدت تفككا كاملا. سعر الصرف الرسمي ظل ثابتا عند 15.75 ليرة لبنانية للدولار الأمريكي طوال عام 2019 وامتدادا إلى عام 2020، ومع ذلك لم يكن لهذا السعر المعلن أي صلة بالواقع الاقتصادي. على النقيض، في الأسواق الموازية بدأ الجنيه انخفاضا فوريا بحلول أواخر عام 2019. بعد 6 أسابيع فقط من تطبيق ضوابط رأس المال، وصل سعر الصرف في السوق السوداء إلى 1.600 ليرة لبنانية للدولار الأمريكي. في غضون 6 أسابيع فقط تدهورت قيمة العملة بنسبة 6%، وهو تدهور سرعان ما تفاقم. هوى سعر الصرف من 3000 ليرة للدولار الواحد بحلول أبريل 2020 إلى رقم صادم بلغ 14,000 ليرة للدولار بحلول مارس 2021، وبحلول أوائل عام 2022 تجاوز السعر 30,000. وفي فبراير 2023 وقع حدث تاريخي، حيث قامت الحكومة ولأول مرة منذ ربع قرن بتخفيض قيمة العملة رسمياً، مما أضعف الليرة بنسبة 90 لتصل إلى 15,000. ومع ذلك ظل هذا التقييم الرسمي الجديد منفصلاً تماماً عن واقع السوق السائد. وحالياً فإن أعلى فئة من الأوراق النقدية اللبنانية، وهي ورقة 100,000 ليرة، لا تتجاوز قيمتها 1.10 دولار أمريكي. وعلى مدى 3 سنوات عانت العملة الوطنية من تآكل كارثي بنسبة 98% في قوتها الشرائية. تجاوزت هذه الظاهرة مجرد الإحصائيات الاقتصادية، بل شكلت عملية مصادرة ممنهجة. قامت المؤسسات المالية اللبنانية بتجميد ودائع العملاء فعلياً، مما أعاق سحب الدولار بأسعار صرف عادلة. وبدلاً من ذلك عرضت خيارات لتحويل حيازات الدولار إلى الليرة اللبنانية بتقييمات أقل بكثير من مستويات السوق السائدة. على سبيل المثال، اقترحت إحدى المؤسسات تحويلات بسعر 2 ليرة للدولار، بينما كان سعر السوق الفعلي أكبر بكثير. هذه التحويلات القسرية بأسعار غير مواتية قضت فعلياً على قيمة الودائع للأفراد الذين يحتاجون إلى الوصول إلى رؤوس أموالهم. في عام 2020 أطلق البنك المركزي منصة SCFA التي بدت ظاهرياً مرفقاً شفافاً للصرف الأجنبي، إلا أن تحليلاً لاحقاً للبنك الدولي كشف عن وظيفتها الحقيقية، قناة لتوليد أرباح المراجحة للأفراد المطلعين على أسعار الصرف التفضيلية. حصل الأفراد ذو النفوذ على الدولار بأسعار أفضل من السوق، مما حقق لهم مكاسب فورية وخالية من المخاطر، بينما تعرض المودعون العاديون لتقييمات أدنى بكثير. بلغ فارق المراجحة الذي تولد منذ إطلاق المنصة ما يقدر ب2.5 مليار دولار، وقد مثل هذا المبلغ تحويلاً مباشراً للثروة من عامة الشعب إلى المقربين المتميزين والمؤسسات المالية. فرضت المؤسسات المالية قيوداً مادية صارمة على كمية الليرات اللبنانية التي يمكن للعملاء سحبها من أجهزة الصراف الآلي. وبحلول أوائل عام 2025، أي بعد أكثر من 5 سنوات على الأزمة، استمرت قيود السحب هذه بحد أقصى يعادل حوالي 500 دولار شهرياً. تراوحت سقوف السحب السنوية بين 5,100 دولار و6,800 دولار اعتماداً على تاريخ فتح الحساب. أما بالنسبة للحسابات التي تم إنشاؤها مؤخراً فكان الحد الشهري أكثر تقييداً. جعلت هذه القيود المنتشرة ما يقدر ب82 إلى 93 مليار دولار من الودائع المجمدة غير قابلة للوصول لأصحابها الشرعيين. وكانت النتيجة المباشرة على السكان دماراً اقتصادياً واسع النطاق. بحلول عام 2021 وجد أصحاب الحد الأدنى للأجور الذين يتقاضون رواتبهم بالليرة اللبنانية أنفسهم غارقين في الفقر، على الرغم من حصولهم على دخل من الناحية الفنية. هوت الأجور الحقيقية
حيث ثبت أن التعديلات الإسمية غير كافية تماماً لمواجهة التضخم الذي تجاوز 150% في عام 2021 و171% في عام 2022 و221% في عام 2023. بلغ التضخم ذروة مذهلة بلغت 268% في أبريل 2023. وبشكل تراكمي بين عامي 2009 و2023 تجاوز معدل التضخم نسبة مذهلة بلغت 5500%. وبالنسبة للدولار، عانت أجور العمال من تآكل مدمر بنسبة 98% في قوتها الشرائية، وفي الوقت نفسه تصاعدت معدلات البطالة بشكل كبير. شهد القطاع الخاص انكماشا كبيرا مما أدى إلى تسريح 25% من قوته العاملة، واستمرت بطالة الشباب التي بلغت 27% بالفعل في عام 2020 في مسارها التصاعدي في السنوات اللاحقة. بين سبتمبر وأكتوبر 2024، أي بعد أكثر من 5 سنوات على الأزمة، عبر ما يقرب من 440 ألف فرد الحدود الرسمية من لبنان إلى سوريا، وكان 29% منهم من المواطنين اللبنانيين يبحثون عن ملجأ من الكارثة الاقتصادية المتكشفة. لم يقتصر الأمر على أن لبنان عانى من انكماش اقتصادي فحسب، بل خضع لعملية عميقة من التراجع عن الحداثة، مما عكس فعلياً عقوداً من التقدم التنموي. ويمكن ملاحظة مثال رئيسي لهذا التدهور في قطاع الكهرباء لديه. بحلول أغسطس 2024 شهدت شركة الكهرباء الوطنية استنزافاً حرجاً لاحتياطيات الوقود، مما أدى إلى انقطاع شامل للتيار الكهربائي على مستوى البلاد استمر لأكثر من 24 ساعة. ونتيجة لذلك وجدت العاصمة نفسها محرومة من الكهرباء التي توفرها الدولة. بحلول عام 2024 لم يتمكن مزود الكهرباء المملوك للدولة سوى من تزويد المواطنين ب4 ساعات فقط من الكهرباء يومياً. هذا الفشل الذريع في توفير الكهرباء العامة حفز نمو قطاع المولدات الخاصة غير الرسمي الذي يدر ما يقدر بنحو 3 مليارات دولار سنوياً، أي ما يعادل 14% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. لجأت الأسر الغنية والمؤسسات التجارية التي تمتلك القدرة المالية اللازمة إلى تركيب مولدات الديزل. هذا التطور رسخ نظاماً من مستويين، حيث حافظت الأسر الميسورة على وصولها للكهرباء، بينما عانت الأسر الأقل ثراء من حرمان شبه كامل من الكهرباء. صناعة المولدات الخاصة المزدهرة هذه تخضع في الغالب لسيطرة كارتلات متجدرة سياسيا، والتي تستفيد مباشرة من التدهور المستمر للقطاع العام. علاوة على ذلك، تعتمد هذه المولدات على الوقود المستورد، مما يفرض عبئاً كبيراً على احتياطيات العملات الأجنبية المتناقصة بالفعل، ويساهم بشكل كبير في التلوث الجوي الشديد. في عام 2020 توقعت منظمة غرينبيس أن هذا التلوث البيئي قد يكون مسؤولاً عن آلاف الوفيات اللبنانية كل عام. ومما زاد الأزمة تعقيداً، أدى نقص الكهرباء لاحقاً إلى نقص واسع النطاق في المياه. سلامة تشغيل مضخات المياه تعتمد على إمدادات كهرباء ثابتة، وبالتالي فإن انقطاع التيار الكهربائي يؤدي بشكل مباشر وفوري إلى ندرة حرجة في المياه. شهد أكتوبر 2028 أول حالات كوليرا موثقة في لبنان منذ ما يقرب من 3 عقود. بحلول ديسمبر من نفس العام ارتفع عدد الحالات المؤكدة إلى أكثر من 669، مما أسفر عن 23 وفاة. ظهر هذا الوباء في مناطق حيث تضررت البنية التحتية للمياه بسبب انفجار الميناء عام 2020، وتراجعت قدرات معالجة المياه بشدة بسبب نقص الكهرباء، وجعل الفقر المتصاعد جودة المياه والصرف الصحي الكافيين غير ميسورين للعديد من الأسر. وفي الوقت نفسه عانى نظام الرعاية الصحية من انهيار شبه كامل. أدى انفجار أغسطس 2020 إلى تدمير كامل ل3 مستشفيات، بالإضافة إلى أضرار جسيمة لعشرات أخرى. بحلول عام 2021 توقع البنك الدولي أن أكثر من نصف السكان يعيشون على الأرجح تحت خط الفقر الوطني.
أصبح الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية مقتصراً حصرياً على الأفراد الذين يمتلكون مدخرات بالعملة الأجنبية. واجهت الأسر معضلة مؤلمة تتمثل في إعطاء الأولوية لتوفير الغذاء لأطفالهم على الأدوية الأساسية، مما أدى إلى حرمان الأطفال المصابين بأمراض مزمنة من العلاج اللازم بسبب عدم قدرة والديهم على توفير الأموال الكافية. بالفعل، ترك الأطفال المصابون بأمراض مزمنة دون علاج، حيث لم يتمكن آباؤهم من تأمين الموارد المالية اللازمة. وقد شهد القطاع التعليمي تدهوراً مماثلاً. واجهت المؤسسات التعليمية إغلاقات متقطعة تعزى إلى النقص المستمر في الوقود وانقطاع التيار الكهربائي المتكرر وعدم القدرة على تعويض الموظفين بأجور مناسبة. ونتيجة لذلك حدث نزوح كبير للمعلمين والإداريين. في الفترة من 2018 إلى 2021 هاجر ما يقدر بنحو 195,433 مواطناً لبنانياً. هذه الموجة الأولية من المغادرين ضمت بشكل غير متناسب أفراداً يمتلكون التعليم والموارد المالية والمهارات المتخصصة، وهو رأس المال البشري الذي لا غنى عنه للتعافي الوطني. أظهر المهنيون الشباب ميلاً عالياً بشكل خاص للهجرة. تكشف بيانات المسح باستمرار أن الشباب اللبناني لا يحمل أي آمال واضحة لمستقبلهم داخل حدود الوطن. يشير الفقر المتصاعد إلى التآكل المنهجي للطبقة الوسطى. بحلول عام 2021 كان ما يقدر بنحو 85 إلى 90% من السكان يعيشون تحت خط الفقر. ارتفع معدل الفقر من حوالي 30% في عام 2019 إلى هذا الحجم المقلق في غضون 18 شهراً فقط. وفي الوقت نفسه انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من حوالي 8,000 دولار في عام 2018 إلى أقل من 3,000 دولار بحلول نهاية عام 2021. بين عامي 2018 و2024 شهد الاقتصاد الوطني انكماشاً تراكمياً بلغ حوالي 35 إلى 40%. يصنف هذا التراجع ضمن أشد 3 إلى 10 انكماشات اقتصادية شهدها العالم على مدى 175 عاماً الماضية. بعد ذلك، في أعقاب استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري في 29 أكتوبر 2019، أثبت مسعى تشكيل حكومة جديدة أنه شاق للغاية. كانت المهمة صعبة بالفعل، فقد كرس أكثر من 8 أشهر لتشكيل حكومة وفي النهاية دون نجاح. في عام 2021 انسحب الحريري من الحياة السياسية وغادر لبنان متوجها إلى أبو ظبي. في يناير 2022 أعلن الحريري قراره بتعليق مسيرته السياسية. رحيله التام ترك الطائفة السنية في لبنان بلا قيادة متفق عليها. جاء ذلك في وقت كانت فيه الإصلاحات الوطنية الشاملة ضرورية للغاية. الفراغ السياسي بعد ذلك ملأته أطراف لديها مصلحة في الحفاظ على الوضع الراهن. النظام الطائفي لتقاسم السلطة في لبنان خلق عقبات هيكلية أمام الإصلاح. أي حزمة إصلاحات تهدد امتيازات طائفة معينة يمكن أن يتم نقضها من قبل تلك الطائفة. جزء كبير من الطبقة السياسية لديها مصالح مالية مباشرة في القطاع المصرفي. الجهات الفاعلة الدولية سعت للضغط على لبنان لإجراء إصلاحات. اتفاق على مستوى الموظفين مع صندوق النقد الدولي تم التوصل إليه في عام 2022 تعهد بتقديم حوالي 3 مليارات دولار أمريكي على مدى 46 شهراً. ومع ذلك حتى عام 2024 بعد سنوات من توقيع اتفاق مستوى الموظفين، الحكومة لم تنفذ بالكامل بعد القوانين المصرفية المطلوبة. البرنامج صندوق النقد الدولي لم يتم إقراره بعد من قبل المجلس التنفيذي. عدم تنفيذ الإصلاحات يعني أن التناقضات الأساسية التي تسببت في الأزمة لم يتم حلها بعد. عملية إعادة هيكلة الديون معقدة للغاية، مع تقديرات ب82 مليار دولار من الودائع المجمدة التي يدين بها النظام المصرفي للمودعين.
يقدر البنك الدولي أن تكلفة تعافي لبنان وإعادة إعماره من حرب أغسطس 2024 مع إسرائيل وحدها تتطلب ما لا يقل عن 11 مليار دولار أمريكي. بالإضافة إلى احتياجات التعافي من الانهيار السابق، فإن أي عملية شاملة لإعادة هيكلة الديون تتطلب توافقاً بين الحكومة اللبنانية، البنك المركزي، البنوك التجارية، الدائنين الدوليين والمودعين المحليين. هذا يمثل هيكلاً تفاوضياً معقداً ومتضارباً، لدرجة أن إمكانية التوصل إلى اتفاق تبدو بعيدة المنال للغاية. بدون إصلاح حقيقي تستمر المشاكل الأساسية، ولا تزال البيانات المالية للبنك المركزي تكشف عن إفلاس عميق. لا تزال البنوك التجارية في لبنان تعاني من نقص حاد في رأس المال، ويستمر عجز الموازنة العامة للدولة بلا هوادة. لا يزال الخلل في الميزان التجاري يمثل مشكلة متجذرة بعمق، والعملة الوطنية معرضة لمزيد من التدهور. ما يجعل انهيار لبنان مروعاً بشكل استثنائي هو أصله غير العسكري. هذه الكارثة لم تكن ناتجة عن صراع مسلح، لم يتسبب في هذه الأزمة غزو خارجي ولا كارثة طبيعية. تمتعت البلاد بفترة من الهدوء. عانت البلاد من انهيار مالي بلغت شدته ما يضاهي الدمار الذي تخلفه الصراعات المسلحة عادة. تحول مسارها من كونها سويسرا الشرق الأوسط إلى وضع تفككت فيه الخدمات العامة الأساسية، وتدهورت عملتها بنسبة 98%، وسقط أكثر من 80% من سكانها في براثن الفقر المدقع. هذا التدهور كان نتيجة لسوء إدارة مالية ممنهج وفساد مستشر، واستمرار تشغيل مخطط بونزي مدعوما بشكل فعال بتوجيهات البنك المركزي والممارسات المصرفية. علاوة على ذلك، لعب تواطؤ المؤسسة السياسية دورا محوريا. لنتأمل حال 880 ألفا من أفراد الشتات اللبناني الذين أودعوا مدخراتهم في البنوك المحلية ليجدوا أصولهم تتآكل بشكل ممنهج. المواطنون المحليون الذين جمعوا مدخراتهم بجد على مدى عقود حرموا لاحقا من الوصول إلى رؤوس أموالهم الخاصة، وفي الوقت نفسه عانى أصحاب الأجور الذين يتقاضون رواتبهم بالليرة اللبنانية من تآكل كبير في قدرتهم الشرائية. مع تجاوز بطالة الشباب 25%، اختارت الفئات الشابة الهجرة بدلا من البقاء، مما أدى إلى نزيف عقول مستمر سيعيق قدرة لبنان على التعافي لعقود عديدة. واجهت الأسر معضلات مؤلمة، اضطرت للاختيار بين توفير الغذاء والرعاية الصحية أو بين تعليم أطفالهم والحفاظ على مأوى، ونتيجة لذلك اعتاد الأطفال على ندرة الغذاء المزمنة. تحملت النساء عبئاً غير متناسب، وواجهن عقبات كبيرة في الحصول على العمل، وتصاعداً في العمل غير المدفوع الأجر مع تفكك المرافق العامة. التداعيات السياسية وإن كانت غير محددة حالياً تحمل في طياتها احتمالية خطورة بالغة. منذ عام 1990 تجنب لبنان الصراع الأهلي، جزئياً من خلال استغلال الموارد الاقتصادية الوفيرة لتأمين الاستقرار الاجتماعي عبر التوظيف الحكومي والمحسوبية. ومع ذلك قضى الانهيار المالي على تمويل هذه الآليات المستقرة، مما أزال حاجزاً حيوياً ضد عودة الصراع الطائفي. في البداية حمل أكثر من 1,000,000 لاجئ سوري خطأً مسؤولية مصاعب البلاد، ليتحولوا إلى هدف رئيسي للوم وفي بعض الأحيان للعنف. الشباب الذين يفتقرون إلى فرص حقيقية إما أصبحوا أكثر تطرفاً تدريجياً أو اختاروا الهجرة الكاملة. اسمحوا لي أن أسلط الضوء على الجانب الأكثر إثارة للغضب. رياض سلامة، محافظ البنك المركزي الذي اختلس 333 مليوناً ودبر مخططات مالية أسفرت عن خسائر بقيمة 40 ملياراً، وأدام مخطط بونزي ب3 عقود، ظل في منصبه حتى يوليو 2023. بعد ما انكشفت اللعبة الاحتيالية وبدأت التحقيقات بمدة طويلة، قدر يطلع بكفالة 20 مليون دولار، ومكمل في دفاعه القانوني وعايش حياة رفاهية في الوقت اللي ملايين اللبنانيين بيدفعوا ثمن أفعاله. النخبة المالية اللي استفادت بشكل كبير من الهندسة المالية المعقدة
فرضت قيود صارمة على رؤوس الأموال، وباعت سندات اليورو بوند لصناديق انتهازية بتستغل الأزمات، ومنعت المودعين من الوصول لمدخراتهم، وفي النهاية أفلتت من أي محاسبة حقيقية. نفوذهم السياسي الكبير لسه مستمر، وبالتالي النظام المالي اللبناني يعتبر نتاج للفساد الحكومي الممنهج وأداة لتركيز السلطة والثروة في إيد المؤسسة السياسية. بعد أكتر من 5 سنين على انتفاضة أكتوبر 2019، لبنان لسه بيعاني من أزمة جديدة من غير أي طريق واضح للحل. شعبه بيواجه صعوبات يومية بحجم اللي بنشوفه عادة في الدول اللي فيها حروب. الطبقة المتوسطة اتدمرت، الكفاءات والمهنيين هاجروا بأعداد كبيرة، قدرة الدولة على تقديم الخدمات الأساسية شبه اختفت، ومع ذلك النخب السياسية والمالية المسؤولة عن الكارثة دي لسه محتفظة بسلطتها. الآليات الأساسية اللي بتسهل سرقة الموارد العامة للإثراء الخاص لسه زي ما هي. الحقيقة المرة هي إن لبنان يعتبر دراسة حالة مهمة بتكشف إن الأنظمة المالية مهما بدت متطورة في النهاية بتعتمد على قرارات سياسية سليمة ونزاهة مؤسسية قوية. انهيار القطاع المصرفي اللبناني ما كانش بس بسبب صدمات خارجية، لكنه كان نتيجة لقرارات سياسية مدروسة اتخذتها سلطات البنك المركزي ومديري البنوك التجارية وأصحاب النفوذ السياسي، اللي كانوا دايما بيقدموا مصالح فئة معينة رنية على استقرار النظام كله. تم الحفاظ على شكل من أشكال الاستقرار المالي بشكل مصطنع عن طريق هندسة مالية معقدة اللي كانت بتحتاج تدفقات رأسمالية أجنبية بتزيد باستمرار. اللحظة اللي التدفقات دي وقفت النظام كله انهار. الإجراءات اللي اتخذت بعد كده ما كانتش بدافع الضرورات الاقتصادية، لكنها كانت بقرار متعمد لحماية المؤسسة المصرفية من عواقب فشلها، وده تسبب في ضرر كارثي على عامة الشعب. من غير مبادرة إصلاح شاملة بتواجه الاقتصاد السياسي الأساسي للحكم الطائفي في لبنان، والدور المتأصل للبنوك في السلطة السياسية، والطرق الممنهجة اللي بتسهل سرقة الأصول العامة للمكاسب الخاصة، لبنان محكوم عليه بالاستمرار في تدهوره الاقتصادي. كل سنة بتعدي من غير ما نعمل حاجة بتطول طريق التعافي في النهاية، وبتزود أعبائها المالية وبتقلل فرص نجاحها. مواطني لبنان كانوا يستحقوا نتيجة أحسن بكتير، كانوا يستحقوا أكتر من حكومة استغلت مدخرات عمرهم كوقود لخطة بونزي، كانوا يستحقوا أكتر من محافظ بنك مركزي اشترى قصور فخمة في باريس بفلوس منهوبة. بعد ما اتسلب منهم كل حاجة كانوا بيستحقوا أكتر من مؤسسة سياسية كانت بتدي الأولوية لحماية مصالح النخبة فوق مبادئ الحكم الرشيد الأساسية. المجتمع الدولي لازم ياخد باله، لأن الأحداث اللي بتحصل في لبنان ممكن تكون مقدمة لأي دولة النخبة فيها بتستولي على المؤسسات من غير ما حد يعترض، واللي الفساد فيها بيبقى متفشي، واللي الأنظمة المالية فيها بتنفصل عن الحقائق الاقتصادية، واللي الحكومات فيها بتوهم نفسها إنها تقدر تحافظ على استقرار مصطنع للأبد عن طريق التلاعب النقدي. لبنان استسلم. السؤال المهم دلوقتي هو مين الدولة اللي عليها الدور؟ دمروا زرار اللايك زي ما التضخم الجامح دمر الليرة اللبنانية. شوفوا الفيديو ده اللي بيشرح انهيار الأرجنتين الاقتصادي، هتلاقوا إن المخطط المدمر ده مش مقتصر على لبنان بس، وما تنسوش تسيبوا تعليق تحت. إيه أكتر حاجة في القصة دي بتقلقك؟ أنا متشوق أتفاعل معاكم في الجزء اللي جاي.